الزوم. ازاي اخلي صورة متطايرة بالشكل ده واعمل لها زوم وروتيت بايدي كده؟ طبعا لو على الموبايل بنحط الصباعين على الشاشة وبنعمل زوم وروتيت زي ما احنا عايزين. اما على الكمبيوتر هنا نعملها ازاي؟ هضغط كليك يمين فهيعمل لي دايرة حمراء بالشكل ده، وبعدين هضغط كليك شمال وابدأ اعمل روتيت وزوم بالشكل ده. لو عايز احذف الدايرة الحمراء دي بضغط كليك شمال عليها. تعالوا نشوف الأوامر. هسيب لكم الأوامر دي في الديسكريبشن. أنا ممكن أستخدم هنا الكيفي أو الكيفي MD، أي واحدة فيهم هتعمل لي واجهة. أنا هستخدم الكيفي فهقول from kv.app import app. الاب دي هي الكلاس اللي بتعمل لي واجهة، ودول الأمرين اللي بيفتحوا لي الواجهة. هعمل import للبيلدر. البيلدر ده هو اللي بيقرأ الأوامر من الملفات الخارجية أو الأوامر اللي في نفس الملف هنا. هعمل أي متغير هسميه KV مثلا يساوي builder.loadString وبفتح قوسين وبعمل 6 كوتيشن مارك وبحط الأوامر بتاعتي ما بين ال6 كوتيشن مارك دول. هستخدم أي نوع من أنواع اللي أوت وليكن البوكس لي أوت. اللي أوتس دي هي اللي بتساعدني إن أنا أحرك الويدجتس جوه الواجهة. هعمل بوتون والتكست بتاعه مثلا هلو وورلد. عشان الأوامر دي تتنفذ لازم أحطها جوه الواجهة في المكان ده، فهعمل return KV. يبقى أنا بقول له نفذ لي الKV دي. تعالوا نعمل run هنلاقي البوتون ظهر معانا بالشكل ده. طيب عايزين نضيف صورة لملفات البرنامج، هنسحبها بالشكل ده. عشان الصورة تتطاير معايا لازم احطها جوه السكاتر، عشان كده هعمل سكاتر وبعدين ايمج وبعدين سورس 1000.jpg ده اسم الصورة، وبعدين بقول لها الصورة دي انت ايه allowed stretch true، يعني بعمل لها allowed stretch انها تكبر وتصغر معايا، والكيب ريشيو true يعني لما اجي اكبر واصغر يحافظ لي على الطول والعرض، على النسبة اللي ما بين الطول والعرض. لو عملت رن هلاقي الصورة بالشكل ده صغيرة. طيب عايز الصورة تبقى كبيرة أكبر من كده فبكتب سكيل 2 مثلا، يبقى كده لما أجي أعمل رن هلاقي الصورة كبرت للضعف. دي أول ما بتظهر معايا، وبعدين ممكن أعمل زوم وروتيت زي ما أنا عايز.